طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل أبرز العناوين. السيطرة على الجراد في إقليم الكاشبركة. انعقاد المؤتمر السادس للجمعية الزراعية النسوية. منتسبات القوات البحرية يقدمن عرضا بالزوارق البحرية. بوتين يستثني المرتزقة من اتفاقية جنيف للعام 1949. خبراء بالأمم المتحدة يتهمون إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة. اجتماع بكين وموسكو وطهران في الصين لمناقشة القضية النووية الإيرانية. أعلنت وزارة الزراعة أن الجراد الشجري الذي انتشر في عدد كبير من مديريات إقليم الكاشبركة تجرى السيطرة عليه على بتضافر جهود خبراء الزراعة والشعب وقوات الدفاع دون إحداث أضرار كبيرة على المزروعات والأشجار. وأوضح منسق حملة مكافحة الجراد في مكتب الزراعة بإقليم الكاشبركة سيد تسبازجي موزولون الجراد الشجري الذي مصدره السودان انتشر على نطاق واسع في مديريات كركبة وفرتساوة ودقة وتسني. وذكر القيام بجولات استكشاف وسيطرة الجادة لأن أغلب تحركات السرب تجرى في الليل. وأشار إلى السيطرة من خلال الحملة التي شارك فيها الشعب والجيش وخبراء الزراعة على الجراد الشجري المنتشر في مساحة 132 هكتارا في مديريات كركبات و386 هكتارا في مديرية فورتوساوا و32 هكتارا في مديرية السني بإجمالي مساحة 550 هكتارا وأن العمل مستمر. وقال السيد تسبازجي أنه يتعين على المزارعين إبلاغ أقرب فرع أو قسم زراعة على الفور إذا شاهدوا جراد. يذكر أن الجنادب التي ظهرت العام الماضي في 14 مديرية في إقليم الكاشبركة قد تم السيطرة عليها قبل بلوغها طور الطيران. عقدت جمعية الزراعية النقدية للمرأة مؤتمرها السادس في أسمرة يوم 12 من مارس. وأوضحت رئيسة الجمعية السيدة أبرهة تبتقرقش في كلماتها الافتتاحية أن اللجنة التنفيذية خلال مدتها ولايتها السنتين أعدت خطة استراتيجية مدتها 3 سنوات ونظمت مؤتمرا وطنيا في فبراير الماضي. وذكرت السيدة الاتخذان كحساي في التقرير الذي قدمته جعل العضوات يعملن في مجموعات حسب اختصاصهن وأن المعرض المنظم شهريا يحقق نتائج مرضية. وأوضحت القيام بدورات تدريبية حول الأرض وخصوبة التربة والأسمدة الطبيعية والصناعية واستخدامها والتسويق والزبائن والإدارة المالية والقروض والأغذية وحفظها والتعبئة والتغليف بالقدرات الداخلية للجمعية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والكونفدرالية الوطنية للعمال. وقال وزير الزراعة سيد الرفاين برهان أن جمعية الزراعة النقدية النسوية يرتفع إنتاجها من وقت لآخر، غير أنه يتطلب بذل مزيد من الجهد لإنتاج تنافسي أكبر. واقترح المشاركون أن تكون الجمعية علاقات وثيقة مع الاتحاد الوطني للمرأة وضمان انتشارها في جميع الأقاليم والعمل لتأطير المرأة الشابة في الجمعية والاهتمام بمسألة أماكن بيع المنتجات. وبعد مناقشة متعمقة حول التقرير المقدم ومسودة دستور الجمعية انتخبت المندوبات لجنة تنفيذية لخدمتهم خلال العامين المقبلين. تأسست الجمعية الزراعية النقدية النسوية في العام 2003 وتعمل تحت مظلة وزارة الزراعة للمساهمة في خطة الأمن الغذائي الوطنية وتحسين سبل العيش المرأة في الأعمال التجارية الزراعية. قامت منتسبات القوات البحرية الإريترية بتنظيم عرض بالزوارق السريعة في مركز تدريب السباحة التابع لقوات الدفاع الإريترية في راس حماس بمناسبة 8 من مارس. وحضر المعرض حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيد أسمرة أبرهة والقائم بأعمال قائد الأركان البحرية الإريترية العقيد أحمد محمد علي والنساء العاملات في مختلف مناصب المسؤولية وضيوف آخرين. وعربت السيدة أسمرة عن تقديرها لأداء البحارة قائلة أنه نتيجة لجهود المبذولة وما زالت مستمرة لضمان المشاركة الشاملة للمرأة التي تم تأكيدها عبر المشاركة الفعلية في النضال من أجل التحرير.
وتم توزيع الجوائز على الفائزات في مسابقات المعلومات العامة في العرض الفني الذي قدمته فرقة فنون البحرية. احتفل الإريتريون المقيمون في الولايات المتحدة وإيطاليا وكندا وأستراليا وألمانيا والسويد وجنوب السودان ودبي وكينيا وسويسرا والمملكة المتحدة وبلجيكا وفرنسا وإسرائيل بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار تحرر المرأة من أجل التنمية. ونظمت الاحتفالات بمناسبات في كولومبوس وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة شباب حدري وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. وفي احتفالات أوتاوا وتورونتو وكاليغاري ودمونتون وبيانغا في كندا وجهت الدعوة لتعزيز مشاركتهم لإكمال مشروع مركز تدريب المرأة في عد خلا. في غضون ذلك احتفل الإريتريون المقيمون في مدن ملبورن وبريسبان الأسترالية ونيروبي بكينيا وجوبا بجنوب السودان بالمناسبة بتنظيم مختلف الفعاليات. وأفادت السفارة الإريترية في ألمانيا تنظيم الاحتفالات بيوم المرأة في برلين وفرانكفورت وفلوريدا وفورتبال وكولين وكلاسلار ورستلوف وغيرها من المدن الألمانية. ألقت فيه كلمة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وفعاليات جاذبة للشباب. وفي إيطاليا تم الاحتفال يوم 9 من مارس باليوم المرأة العالمي في 14 مدينة هي روما وباريسيا وباري وبولونيا وكاتانيا وفرتيزيا وجنوا وميلانو ونابولي وباليرمو وبارما وبوديف وبيزيا وفيرونا. كما تم الاحتفال بالثامن من مارس في مدن ستوكهولم وغيرها من المدن السويدية. وفي المناسبة تبرعت العضوة القديمة في الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة ريشان أراغاي بمبلغ 50,000 كرونر باسم زوجها البروفيسور مبايا اسمرو من مشاريع الاتحاد، وذلك بمناسبة الذكرى 50 لزواجهم. واحتفل الإريتريون المقيمون في سويسرا بالمناسبة في مدينة مونترو بمشاركة حوالي 950 امرأة وضيوف مدعوين. واحتفل الإريتريون في بريطانيا بالثامن من مارس في مدن لندن وبرمنغهام وشيفيلد وكوفنتري ونوتنغهام ونيوكاسل وليدز وليستر وغلاسكو وميدلسبرا وليفربول وبرايتون وساوثهامبتون ومانشستر وبريستال وكارديف ببرامج تعكس بطولة المرأة الإريترية. واحتفل الإريتريون المقيمون في بروكسل وانتروب ببلجيكا وفرنسا ودبي وشمال الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إسرائيل باليوم العالمي للمرأة. دعا مسؤول مركز الركبة الصحية الممرض إدريس همدي إلى تعزيز دور المجتمع للدفع بجهود توسيع الخدمات الصحية في مديرية سلعة. وأوضح وجود مركز صحي وعيادتين حاليا ويجب اتخاذ المبادرات تماشيا مع توزيع القرى وحياة الترحال الرعوية. وأشار إلى تدريب 31 من الممرضين الجوالين للعمل في إدارات الضواحي والقرى التي ليس فيها مؤسسات صحية، إضافة إلى قيام مركز ركب الصحي بجولات كل شهرين في تقديم الخدمات الصحية في المناطق البعيدة، موضحا بأن مبادرة سكان إدارة ضاحية حنبيتكا لبناء عيادة تخلق الدافع لمبادرات أخرى. وأفاد السكان أن الجهود المبذولة حسنت من الخدمات الصحية، منادين لخلق فرص الحصول على الخدمات الصحية عن قرب في القرى. قام فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط بتوزيع الميداليات والجوائز النقدية والعينية على 32 طالبة اجتزن الصف التاسع والعاشر والحادي عشر بعلامات ممتازة في العام الدراسي 2023-2024. وفي الحفل الذي أقيم في 12 من مارس قالت ممثلة الفرع الشابة وينتا جبراي أن الهدف هو التعريف بالعلامات الممتازة للطالبات وتشجيعهن على النجاح في رحلتهن التعليمية القادمة. وأشارت إلى إرسال الجوائز المماثلة أيضا ل 226 طالبة متفوقة في مديرياتهن. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبتجابر أن الجوائز ستساهم أيضا في زرع المنافسة الشريفة لدى الطالبات. وذكرت الحاصلات على الجائزة أن إنجازاتهن كانت ثمرة سنوات من العمل والإشراف الأبوي المناسب. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر سيمينارا في 12 من مارس في مصوبة بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يهدف توعية الشباب بمفاهيم تكنولوجيا المعلومات.
تناول السيمينار الذي حاضر فيه اختصاصي تكنولوجيا المعلومات الشاب سامي اليماني ومفاهيم العمل البرمجيات وإدارة السيرفر والذكاء الاصطناعي في مكان العمل وتطويره وتأثيره، وكذلك البرمجيات الأمنية واستخدامها. وقال مدير عام الإدارة والمالية السيد أمين كتمان: التكنولوجيا أصبحت حجر الزاوية في التنمية الشاملة، ويجب على الشباب التركيز على هذا المجال وتطوير أنفسهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء أن بعد أسر الجيش الروسي 430 مسلحا بكورسكا أن المرتزقة الأجانب لا تشملهم اتفاقية معاملة أسرى الحرب، مذكرا باتفاقية جنيف للعام 1949. وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء اجتماعا في مركز قيادة مجموعة قوات كورسكا التابعة للقوات المسلحة الروسية. وأوضح الرئيس فلاديمير بوتين أن السجناء الذين ارتكبوا جرائم ضد السكان المدنيين في مقاطعة كورسكا وعارضوا القوات المسلحة الروسية يجب أن يعاملوا كإرهابيين. وقدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية تقريرا الرئيس فلاديمير بوتين أوضح فيه بأن القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسكا المحاذية للحدود الأوكرانية. قال خبراء في الأمم المتحدة في تقرير جديد يوم الخميس أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ودمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية الصحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي كاستراتيجية في الحرب. وقالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل: السلطات الإسرائيلية دمرت جزئيا القدرات الإنجابية للفلسطينيين في قطاع غزة كمجموعة بأفعال، منها فرض إجراءات بهدف منع المواليد، وهي إحدى بنود أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية. وذكرت اللجنة أن تلك الإجراءات بالإضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات بين الأمهات بسبب تغير الوصول لإمدادات طبية يصل إلى حد جريمة الإبادة، وهي من الجرائم ضد الإنسانية. واتهم التقرير القوات الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات المعاقبة للفلسطينيين بعد هجوم قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر للعام 2023. ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل في الأمم المتحدة في جنيف الاتهامات في التقرير بأنها لا أساس لها ومنحازة وتفتقر للمصداقية. قالت الخارجية الصينية أن مباحثات ثلاثية تشمل الصين وروسيا وإيران حول القضية النووية الإيرانية ستعقد في بكين يوم الجمعة 14 من مارس. وتربط روسيا والصين علاقات وثيقة مع إيران، وكانتا من الموقعين على اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة للعام 2015 مع إيران. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية في العام 2018 وفرض عقوبات شديدة على طهران. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية عن إسماعيل البقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تأكيده أن الاجتماع الثلاثي بين إيران والصين وروسيا على مستوى نواب وزراء الخارجية سيعقد يوم الجمعة في بكين، وسيركز على التطورات المتعلقة بالقضية النووية ورفع العقوبات. وذكر أن المناقشات التي تمت جدولتها كجزء من المشاورات الجارية للنظام الإيراني مع أطراف مختلفة ستتناول أيضا مواضيع أخرى تهم الدول الثلاث، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قضايا التعاون في إطار مجموعة بريكس ومنطقة شنغهاي للتعاون. تذكير بالعناوين مرة أخرى. السيطرة على الجراد في إقليم القاش بركة. انعقاد المؤتمر السادس للجمعية الزراعية النسوية.
البحرية الإريترية يقدمن عرضا من الزوارق البحرية. بوتين يستثني المرتزقة من اتفاقية جنيف للعام 1949. خبراء بالأمم المتحدة يتهمون إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية وعنف جنسي في غزة. اجتماع بكين وموسكو وطهران في الصين لمناقشة القضية النووية الإيرانية. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.